القصة اللي هحكيها دلوقتي حصلت فعلا في مستشفى معروفة في القاهرة سنة 2018. لكن الغريب إن أي حد بيحاول يتكلم عنها اتنقل أو اختفى من سجلات المستشفى بعدها بأيام. دي مش خرافة، دي قضية الغرفة رقم 9 اللي كل الممرضات هناك بيقولوا إن هي مش بتفضل فاضية مهما حاولوا. يلا بينا نبدأ القصة. كان في ممرضة اسمها نهى الشاذلي، ممرضة في أوائل التلاتينات. اشتغلت في مستشفى خاصة في شارع قديم في مصر الجديدة. كانت لسه منقولة جديد، والليلة الأولى كانت نوبتها في الدور الرابع، الجناح المغلق. كل زمايلها قالوا نفس الجملة: لو الجرس بتاع الغرفة 9 رن تجاهليه. لكن نهى كانت عنيدة جدا ومتمسكة بضميرها، وفي أول نوبة الساعة كانت 3 بعد نص الليل الجرس رن لأول مرة. ولما راحت هناك لقيت الباب مقفول وجواه ست بتعيط وبتقول: أنا بردانة يا ممرضة، افتحي الباب. نهى رجعت بالأمن، لكن لما وصلوا الغرفة كانت فاضية تماما، بس في ريحة دخان قديم مالية المكان. ملف الغرفة مكتوب عليه: خارج الخدمة منذ حريق 2018. والمفاجأة إن الحريق كان في نفس التاريخ والساعة اللي سمعت فيها الجرس. ومن بعد الليلة دي صوت الجرس بقى بيرن كل يوم في نفس الوقت بالظبط. بعد أسبوع نهى قررت تدور بنفسها في أرشيف المستشفى. لقيت تقرير طبي باسم الممرضة سارة نجيب اللي هي ماتت في نفس الغرفة قبلها بشهور. لكن التقرير ناقص صفحة ومكتوب بخط الإيد: الجرح اللي في رقبتها مش من الحريق. ومن وقتها أي حد بيحاول يفتح الملف بيتنقل من المستشفى. بس نوى كانت عنيدة، وفي الليلة اللي بعدها فتحت الغرفة بنفسها. كانت ماسكة كشاف صغير والضوء بيقطع. الجدران فيها علامات احتراق غريبة جدا، والسرير كان متغطي بملاية بيضة. ولما قربت تشيلها الملاية اتحركت لوحدها، وفي صوت ست بتتكلم: أنا كنت مستنياك يا نهى. نهى جرت بسرعة، لكن الكاميرات اللي سجلت الممر أظهرت حاجة غريبة: إن هي دخلت الغرفة الساعة 3، لكن محدش خرج منها بعدها. تاني يوم الأمن فتح الغرفة الصبح، لكن ملقوش نهى، بس لقوا ملف الممرضة القديم مفتوح على السرير وجواه صورتين: واحدة لسارة نجيب والتانية لنهى الشاذلي. والتقرير الطبي الجديد مكتوب عليه: تم العثور على بقايا احتراق جزئي ومصدر الحرارة غير معروف. ولحد النهاردة كل ليلة الساعة 3 بعد نص الليل الجرس بيرن بتاع غرفة 9، واللي بيروح يطفيه بيختفي من سجل المستشفى بعد 3 أيام.